It lives in burrows. in burrows to burrows stay ليه؟ cool. ثانية واحدة انت وانت بتذاكر يا مالك بتكلم نفسك كده، بتكلم الحاجة المعلومة اللي قدامك. مم. بتقول it lives in burrows. تسأل نفسك ليه؟ ليه هو اختار يعيش في المكان ده؟ give. ليه دي بقى معناها give reason. وإجابتك to. كمل. To stay cool during during the sunny days. the sunny ممكن day. ممكن بص الإجابة بتاعتك تثبتها للفينيك فوكس. to keep its body cool. to keep its body cool. ليه يا حبيبي هو عنده extra large ears؟ to keep its body cool. ليه يا حبيبي هو live in burrows؟ to keep its body cool. ليه هو paints like dog؟ to keep its body cool. ممكن تثبتها، مش لازم الاختلاف ده كله. فهمت قصدي ايه؟ احنا ممكن نثبت الإجابة السهلة بالنسبة لنا. ممكن أقول to keep its body cool. to cool its body هي. ثبت لك إجابة من دول وقولها في كل دول. كلها الإجابات واحدة. ليه paints to cool its body؟ ليه عنده extra large ears to cool its body؟ ليه live in burrows to cool its body؟ خلاص كده. خلاص كده. الإجابة كلها صح، في كل دول صح. بعدها لنمبر 3 في البيهيفير بيعمل ايه كمان بيهيفير؟ يلا يا مالك. It eat all kinds of food. فاكرة يا رودينا وانا بقولك قولي الهابيتات بتاعته؟ قلت لي هوت اند دراي ديزرت، وقلت لك يعني ايه دراي ديزرت؟ يعني صحراء جافة. يعني ايه جافة؟ يعني ما فيهاش اكل كتير. هو المكان اللي ما بيبقاش فيه ميه هيبقى فيه خضروات كتير مثلا او اكل كتير او انيمالز حتى كتيرة؟ لا. دايما هتلاقي فيه، هو فيه بس مش كتير، كميات قليلة. علشان كمية الاكل قليلة يا مالك، فهو eat all kind of food. انا عايزة اعيش هاكل اي حاجة تقابلني. دراي ديزرت فالحاجات موجودة فيها بكميات قليلة وهو عايز يعيش يا مالك. يعمل ايه يا ملك محمد؟ ياكل اي حاجة تقابله. هياكل ايه؟ قول يا مالك، يلا ملك امام. لايك ايه مثلا اللي ممكن ياكله؟ Like مثلا like insect, يس انسكتس، وايه كمان؟ fruit, كمل ها. plant, roots, and even they remain remains from. from yes. ما حاضر يا شاء الله. حمزة. another. another animal berry. the prey. نعم يا حمزة. eating eating lizards. هو بياكل اي حاجة اصغر منه يا حمزة. اي انسكتس هتقابله، اي انيمال اصغر منه بس يعني يكون صغير قوي قوي قوي، او حيوان تاني هانتد اصطاده واكل منه جزء وفاضل ريمين بقايا منه، يقوم هو ياكل البقايا. لان هو ما يقدرش يصطاد، هو ما عندوش القدرة ان هو يصطاد حيوان كبير او حيوان ياكله، يصطاده كده ويموته وياكله. لكن يقدر على الانسكت، يقدر على الحشرات. يقدر ياكل فروت لو قابله اي فروت او فيجيتابلز بياكلها. ياكل بلانت روت. ياكل الريمين اللي فاضله من حيوان تاني. اصطاد فريسه واكلها وزهق خلاص بقى وشبع، فقال لك انا هسيب دي خلاص مش هاكلها. هو لو لقاها بياكل البقايا دي، الريمينز دي. طيب. تمام. خلينا نركز. يبقى انا علشان اتكلم في structural adaptation و behavioral adaptation، structural هتخيل الانيمال. behavior لازم ابقى عارف هو بيعمل تصرف ايه او سلوك ايه. علشان اقول هو ليه ربنا خلقه بالاستراكشر ده وليه بيعمل البيهيفير ده، لازم ابقى عارف الهابيتات يا اسيا. لازم ابقى عارف البيئة بتاعته والمكان اللي بيعيش فيه عشان اقول هو ليه ربنا خلقه بالاستراكشر ده. to cool its body، عشان يبرد جسمه. طب لو رحنا للي بعد كده يا حلا. حلا واسيا، اسيا هتيجي بعديها يا اسيا.
حلا، هنتكلم يا حلا عن الاركتيك فوكس. وقبل ما نتكلم يا حلا عن الاركتيك فوكس، خليني اوريكي ايه هو يا اسيا ويا رودينا وملك محمد، مين هو الاركتيك فوكس وشكله ايه. ده الاركتيك، ركز بقى في شكله كده، ركزي يا رودينا. ايه اول حاجة لاحظناها يا ملك محمد في الاستراكشر بتاعت البادي بتاعته؟ وايت فير يعني ملك ايوه ملك، قول يلا. اللي هو عنده انا عايزة اسمع اللي حد هو واحد بس، كله هيجاوب. قول يا مالك. هاز وايت فير. has white fur. ولو هي بس أنا عندي إجابة. حاضر حاضر حاضر. طب قولي يا آسيا، قولي يا آسيا. عنده شورت اير. excellent. ها قولي يا حلا. عنده ستيك. وعن excellent يا حلا، دي اللي لسه هقولها دلوقتي. بص ويا يا مس برضو عنده كمان عنده شورت ليج. يس. خليني اقول لك حاجة يا مالك محمد عشان تبقى عندك قوة ملاحظة كمان. هو اسمه اركتيك، ده ما فكركش ان احنا خدنا اركتيك حاجة قبل اركتيك ريجن قبل كده، اللي هي البولر ريجن. البولر ريجن او الاركتيك ريجن، المناطق القطبية اللي هي بتكون اكستريم كولد، بتكون شديدة البرودة يا رودينا. هو وطلع عامل كبير شوية. اكسلنت، شبه البولر بير. افتكر ان البولر بير بيعيش في نفس المناطق دي، هو في نفس الاماكن اللي موجود فيها الاركتيك. طيب ما هو يعني البولر هيبقى عنده ثيك يعني مش فرو عادي، مش فرو ثين خفيف. طيب اللي عرفنا كمان ان احنا هنقول عنه ان هو عنده has thick white fur. thick white fur شبه البولر بير بالظبط. خلاص كده. طيب نشوف كده، بيعمل شوية behaviors موجودة عندك في الفيديو، حاول ركز فيها يلا. كنت فاتح الكاميرا. بص كده، لون السنو او الايس شبه لون الفر بتاعه يا حلا. ركزوا عشان في حتة مهمة هتيجي شوية. اللي ماشي. في الوينتر هو لونه وايت. في الوينتر ايام ما بيبقى فيه سنو بيبقى لونه وايت. في السمر في الصيف السنو ده بيحصل له ميلتس. ميلتس يعني بيسيح بينصهر، ما بيبقاش فيه اصلا. او هنا في التلج هنقول بيسيح خالص، بيبقى زي المايه، ما بيبقاش فيه تلج. طب هو لو فضل لونه ابيض كده في السمر، هيقدر يصطاد ولا الفريسة ممكن تشوفه؟ مش قادر يصطاد. مش هو هيقدر اللي ده يعمل مش مش هيقدر يتفرج بس. حلو قوي، مش هيقدر يصطاد. طيب هيعيش في الشتاء ويموت في الصيف؟ مش لا. هينفع. في حاجة بقى في الاستراكشر بتاع جسمه بيساعده ان يتغير اللون بتاع الفر بتاعه، فبيبقى لونه براون شوية. طبعا شوية عشان يعرف يصطاد. ه... ثانية يا مالك، حاضر. ركز معاه بس كده وانا هكمل معاك. ياكل اهو. اه ياكل. ايوه طبعا بياكل. هياكل سمكة. اه لازم حتة طيب كده شفنا يا حلا الاركتيك فوكس. اتفضلي يلا كلميني عنه. الأكل فوكس هو اول بيعيش حاجة تقولي لي كده، تقولي لي اول حاجة الهابيتات. شطورة. يعيش فين؟ في التاندر ديزرت. في التاندرا ديزرت. التاندرا ديزرت دي هي برضو صحراء. المنطقة اللي انت شفتها فيها سنو او ايس دي برضو صحراء وجافة، بس مش هوت زي الفينيك. الفينيك بمنطقته هوت،
لكن دي المنطقة بتاعته very cold. متخيلة بقى يا حلا ويا رودينا وآسيا التمبريتشر بتاعت درجة البرودة هناك عاملة كام؟ as cold as 50 degree Celsius below zero، يعني minus 50 degree Celsius، تحت الصفر ب 50 degree، تحت الصفر ب 50 degree Celsius in the winter months. يعني في شهور الصيف التندر ديزرت هي في نص السنة فيها شتاء ونص السنة فيها صيف. طيب درجة البرودة عندها برد جدا. طيب علشان يقدر يعيش يا حلا، بتقولي لنفسك كده وانت بتذاكري يا حلا، علشان يقدر يعيش اكيد ربنا خلق له حاجة في جسمه هتساعده انه يقدر يعيش في المنطقة دي. خلق له ايه يا حلا؟ ايه الاستراكشر بتاعت الجسم بتاعته؟ نمبر 1. It has a thick fur coat. حلوة قوي. تسألي نفسك يا حلا على طول وانت بتتكلمي، تقولي give reason، هو ليه ربنا خلق له thick fur؟ قبل ما تجاوبي يا حلا هتفتكري الانفايرومنت بتاعته برد جدا very cold. يبقى هو عايز، ربنا خلق له thick fur ليه؟ عشان يفضل بردان ولا keep its body warm؟ Keep warm. شاطرين Keep body جدا. warm. excellent. keep its body warm، ودي كده الإجابة. طيب كملي يا حلا. نمبر 2 في الاستراكشر بتاعه، خلاص احنا عرفنا ان عنده thick fur. لونه بقى يا حلا، لونه Its fur, its fur coat is white. is During white in، ركزي امتى؟ winter, لكن but كملي ها. but turns brown in summer. ركزي معايا يا رودينا. When و- the snow when the melts. snow melts يعني بيسيح. لما التلج يسيح يبقى احنا في شهور السمر، السمر مانثs. ركز معايا مالك. لما التلج يسيح واحنا في شهور السمر، ايه اللي بيحصل؟ بيتحول لونه اللون براون. طب ده هيساعده على ايه؟ كملي يا حلا. ليه؟ give reason To هنا. help to help it sneak up سنيك اب اون. ما on تقوليش سنيك لوحدها، ما تقوليش سنيك لوحدها. سنيك اب اون يعني بيمشي بالراحة، بيتسحب كده ويتسلل بالراحة عشان ينقض على الفريسة بتاعته البري in any season. ما معلش، هو مش هياكل في الشتاء ومش هياكل في الشتاء ومش هياكل في الصيف، لا. يبقى هو كده هيعمل adaptation in summer and winter، في الاتنين، في شهور الصيف وفي شهور الشتاء. في شهور الشتاء بيعمل ادابتيشن لان اللون الفير بتاعه وايت وثيك، فبيحميه من البرد وبيساعده يعمل بلند ان والسراوندنج انفايرومنت اللون، واللي هو عنده سيك يعني تقيل فيساعده انه يبقى دافيان. في الصيف بيتحول اللون بتاعه اللون براون، فده بيساعده ان هو يقدر يلاقي الفود بتاعه. find food. ممكن تشيلي دي كلها وتقولي لو انت فاهمه او انت فاهم هتقول to find food، ساعدته ان هو يلاقي الاكل بتاعه. خلاص ممكن ادريك كده في لما يبدأ شهور الصيف تيجي يا رودينا، بصي لونه بيتغير ازاي. بعد ما كان وايت هيبدأ لونه يتغير تدريجي. بصي كده، بصي لونه، ها، بصي لونه اكتر لما الصيف ظهر اكتر والسنو حصل له ملت. شايفة لونه اتغير ازاي؟ اهو الايس حصل له ملت وهو حصل له تغيير في الفير بتاعه. بعد ما كان وايت زي ما شفتيه في الفيديو او هنا شوية، بدأ يتغير 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 لحد ما انت شايفاه بالمنظر ده. ولو هتلاحظي انه في الصيف اللون اللي اتغير له بدأ يعمل بلند ان مع الانفايرومنت، بدأ يعمل كيموفلاج، يعني يقدر يصطاد وياكل في الصيف عادي جدا. خدت بالك يا حمزة؟ حمزة معايا؟
طيب كملي، مين معايا بتكمل؟ يلا يا حلا. عنده ايه كمان حلا؟ It has short ears and legs to help it stay warm. هنركز مع بعض. انا اتكلمت على الفينك يا حمزة، قلت عنده اكسترا لارج ايرز ودانه طويلة علشان ايه؟ كولتس بادي. كولتس بادي. امال الاركتك عنده شورت ايرز ليه؟ to warm stay warm to help it stay warm عشان تخليه دفيان، عكس بعض لان البيئة نفسها مختلفة. هنا بيئة باردة يبقى عايز يبقى دفيان، هنا البيئة نفسها هوت يبقى عايز يبقى كول. فهمنا الفرق؟ أيوة. احكي معايا يا رودينا يلا في البيهيفير. In behavior, it lives in burrows to stay warm at night. طب لاحظت حاجة يا رودينا؟ لاحظت ان هو هنا في باروز برضو وهنا في باروز نفس الكلام؟ طيب ايه الفرق يا رودينا؟ هنا ليفن باروز علشان خاطر ايه؟ يبعد عن الصن. يبعد عن الصن. الفينيك بيبعد عن الصن، بيدخل جوه الباروز عشان يبعد عن الصن. امال انت يا اركتك بتدخل الباروز ليه؟ ليه يا رودينا؟ Stay warm. يس يا حمزة انت ورودينا ها. to stay warm at night عشان بالليل الجو بيبقى برد جدا. ده درجة البرودة هناك under zero او below zero minus 50 degree سلسيوس، يعني تحت الصفر بكتير جدا. يبقى انا عايزة ابقى دفيان، اصل انا لو بردت جامد هموت. طيب ايه المشترك ما بينه وما بين الفينك؟ ان هو ايه يا رودينا؟ eat. Kinds of food. بياكل كل الاكل، مضطر مفيش قدامك غير كده، هتاكل اي حاجة هتقابلك زي الفينك بالظبط. انسكت، فروت، بلانت، روت، اي حاجة والريمينز كل ده بياكله. حد عنده اي سؤال؟ لا. الملحوظة دي مهمة جدا يا مالك، اقراها يا مالك يلا. قلناها بس قولها يلا. مالك محمد. The special shape of ears in both Finnic and Arctic اركتك. are Arctic ارك fox ك اركتك. Arctic يس. Arctic allow Arctic fox allow excellent excellent hearing to help excellent them. hearing to help ها them hunt. ما تقوليش بقى يا رودينا ده عشان ودانه طويلة اكسترا لارج، وده عشان ودانه قصيرة يا حمزة شورت ايرز، يبقى الطويلة بتسمع احسن من القصيرة. لا، الاتنين excellent hearing عندهم سمع ممتاز جدا.